مساء الخير. أهلا وسهلا بيكم في حلقتنا النهاردة من بودكاست السؤال على الهوا. برحب بالناس اللي متابعينا والناس اللي انضموا لينا جديد النهاردة. سؤال حلقتنا كان: إيه هي القناعة أو الفكرة اللي اتغيرت عندك 180 درجة؟ لما كبرت حسيت إن الفكرة دي كانت غلط جدا. يلا نبتدي الحلقة. أنا شيرين معاكم وده بودكاست سؤال على الهوا. جالي إجابات كتير عن السؤال ده. واحدة من الإجابات اللي عجبتني شخصياً إنه صديقة للبودكاست كانت بتقول: لما كبرت بقيت أكثر قناعة إنه الخوف من ربنا مش هو اللي هيقربني ليه. الخوف مش هو الطريق الحقيقي هو إنك تحب ربنا. ليه فكرتها دي اتغيرت؟ لأنها دلوقتي بقت وبقت بتحاول تعلم بنتها أبجديات التقرب لله. وجدت إنها اتعلمت طول حياتها إن أنت عشان تتقرب لله لازم تبقى خايف جدا، خايف لدرجة إنك عايز تبقى من الفئة الناجية، واحد من 99 اللي هينجوا من العذاب. بعدين بدأت تقرأ في الموضوع، لقيت مثلا واحدة زي ربعة العدوية كانت بتقول: لو إن الواحد بيعبد ربنا طمعا في الجنة أو خوفا من النار، هيجد إن ربنا يستاهل العبادة لذاته سبحانه وتعالى، مش انتظاراً للمكافأة ولا خوفاً من العقاب. تغير نظرتها وطريقة تعليمها لبنتها إزاي تتبع أساس الدين. رحمته دايماً سابقة عقابه. مثلاً بيقال في الأثر أو في الحديث، أنا مش متأكدة، إن من كتر ما ربنا بيرحم عباده يوم القيامة يطمع إبليس في الرحمة. واحد من الناس اللي ردوا علينا في البودكاست قال لي: أنا قناعتي لفترة طويلة جداً كانت إن كل اللي أهلي بيعملوه أو عملوه معايا هو الصح، مفيش حاجة هم عملوها غلط. وبالتالي لما بدأت أطبق ده مع أولادي حصل لي لخبطة جامدة جداً. لا هم نفس الواقع بتاعنا ولا هم متقبلين نفس طريقة التربية ونفس طريقة التوجيه. أبويا وأمي ممكن يغلطوا. ده اللي أنا اتعلمته مثلاً لما بدأت أقرأ مثلاً قصة سيدنا إبراهيم لما كان شاب واجه أبوه وبكل احترام وقال له إن عبادة الأصنام غلط. وآزر اللي هو أبو إبراهيم كان في الحقيقة شغلته ومهنته إنه يصنع الأصنام دي، يعني الراجل متحد تماماً مع قناعاته. ومع ذلك إبراهيم شاف إنه لو القناعة دي مش موافقاني أنا المفروض أقول لأ. نفس الكلام اللي إحنا اتربينا عليه، إنه لما يعدلوش الكلام والزعيق يعدلوا الشبشب. الكلام ده أثبت حالياً إن إحنا عندنا جيل وأجيال يا كداب يا جبان. ما هو اللي انت بتعلمه إن التقويم بيكون بالعنف بيتصرف بطريقة من اتنين: يا بيكذب علشان ينجي نفسه، يا بيبقى جبان عمره ما بيواجه المشاكل. هو ده اللي احنا عايزينه لأولادنا؟ هو دي الحاجة اللي وصلنا لها؟ واحد تاني من أصدقاء البودكاست قال لي: أنا اتعلمت بعد فترة طويلة قوي إنه أنا لو بعامل الناس كويس ده مش معناه أبداً إنهم هيعملوني كويس. طبعاً دي أول قصة البشرية اتعلمتها. قابيل وهابيل. هابيل كان في جانب الخير، مسالم ومحترم ومحب لإخوته، للدرجة إن لما أخوه قابيل قرب منه عشان يقتله قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله. معناه إيه الكلام ده؟ معناها زي ما بنقول إحنا كده بالمثل المصري: امشي عدل يحتار عدوك فيك. المثل ده عبقري، لأن أنت لما تمشي عدل عدوك هيحتار بس مش هيعمد إلى أذيتك عشان أنت ماشي عدل. هو في الحقيقة هيمشي وراك لغاية ما يلاقي لك غلطة. فهتلاقي واحد صاحبك بيغدر بيك، زميل في الشغل ممكن بيطعن فيك أو حتى بيقول عليك كلام وحش من وراك. يبقى المعاملة بالمثل أفضل في الحالات دي، وإن أنت تكون طيب وغير مؤذي ده الأصل، لكن إن أنت تحتاط وتقدر تاخد حقك ده الصح، ده اللي هيقدر يخليك دايماً في موقف الأقوى. عايزين نخش بعد كده في حاجات أقرب للعلاقات الشخصية. مثلاً
في ناس أو في صديقة عامة للبودكاست قالت لي أنا اتربيت وحيدة، ماليش إخوات. فلما اتربيت وحيدة بقيت باستمرار يعني أدور على أي حد صديق وأعتبره أخويا، باستمرار أثق فيه ثقة عمياء، باستمرار أعتبره أقرب الناس إلي وأحب أرضيه وأحب دايماً إنه أقربه لي. المثل بيقول احذر عدوك مرة واحذر صاحبك 1000 مرة. فلما هي اتواجهت في حقيقة إنها شافت إنه الناس لما هي بتقربهم ليها جداً كده ما بيبقوش عند مستوى ثقتها، فهمت الحتة دي، فهمت إن أنت ممكن تبقى بتحب الناس زي ما في مقولة اتقالت لسيدنا علي: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما. يعني حب بس بهدوء وبتعقل، مش بهبل. اللي تحبه ممكن بكرة يحصل بينكم وبين بعض خلاف، ممكن كمان يحصل عداوة، ممكن السر اللي انت قلته له وانت متخيل ان عمره ما هيقوله لحد لقاه في وقت من الأوقات ورقة ضغط اللي بيقولوا عليها لافريج، وساعتها هتأذي نفسك بزيادة قوي. ساعتها هتحس ان انت حطيت ايدك في ايد من لا يستحق. مشاعرك مش كتاب مفتوح، مش حاجة تهديها لكل الناس والكل من هب ودب. درس قاسي بس أدينا عرفناه. صديقة تانية للبرنامج قالت إنه أنا اتربيت على إنه قيمتي هي في أنا أساوي كام بالفلوس. يعني والدتي كانت بتشتغل وبتكسب وكانت القيمة المادية عندها مهمة جدا. فلما كبرت حصل لي ظروف ومبقتش أقدر إن أنا أكسب بنفس القدر اللي أنا كنت متوقعاه في حياتي. يعني ما بقتش البريد وينر زي ما بيقولوا، ما بقتش أنا الشخص اللي بيكسب أكتر واحد في العيلة. هل شخصية مامتي أثرت فيا؟ طبعاً أثرت فيا، لأن اعتقدت أن مصدر قوتها هو قرشها، ومصدر حبي ليها هو قيمتها على مستوى الحياة العملية. الحقيقة أن صديقة البرنامج أو صديقة البودكاست اضطرت تقعد مع ثيرابيست، وقعدت فترة طويلة جداً علشان تشوف إيه هي قيمتها الحقيقية، هي إيه بالنسبة للي حواليها. فترة طويلة جداً لغاية ما اقتنعت إن هي كإنسانة ليها قيمة، إن هي كست ليها قيمة، إن هي كأم لها قيمة، وإنه شعورها بإن قيمتها مرتبطة بإنها تقدر تدخل فلوس في الأسرة، ده شعورها هي بس اللي حاسة بكده. لما تدي نفسك حقها هتلاقي نفسك أكثر قدرة على التكيف مع الضغوط. كسبت أو ما كسبتش، أنا عملت اللي عليا، قدرت أكون مؤثرة في حياة الناس تأثير إيجابي. طبعاً دي حاجة ممتازة. ما قدرتش، ده مش مطلوب مني. أنا مش لازم أكون عنصر فاعل في كل اللي حواليا، حتى دايرتي الصغيرة أنا عنصر فاعل فيها، لكن ممكن ما بقاش العنصر الأهم. عايزة أنقل بقى على قناعات اتربينا عليها بالنسبة لمحيطنا عامة، مش بالنسبة لعلاقاتنا الشخصية. يعني مثلاً إحنا اتربينا على إنه إحنا كمصريين دايماً بنبص لنفسنا إن إحنا شعوب يعني محاربة، وشعب يعني انتصاراته مالية حياته وكلام كتير كده. لما كبرت أدركت إنه يعني الانتصارات مش بهذا الحجم، وإحنا في الحقيقة شعب مش محارب. الموضوع ده على المستوى الشخصي أنا شيرين بقوله لكم، مش قادرة أقول إنه ده صدمني، ولكن دي كانت قناعة عندي كبيرة جدا. أنا كنت مقتنعة إن المصري عنده قوة ضاربة كمقاتل، وخدت وقت كتير قوي عشان أفكر المصريين كانوا مقاتلين، القدامى كانوا مقاتلين، ولا في الحقيقة أنهم كانوا فلاحين. المصري ما كانش بيروح يغزو اللي حواليه لأنه مش محتاج يعمل غزو، وقاعد جنب النيل وعنده خير، مش محتاج. الجنود المصريين كانوا بيشوفوا إنه الشرف إنه يدفنوا في مصر، مش يدفنوا في أرض غريبة. ده ولد عندنا إحساس كبير قوي بالمرارة والعجز لما ما بنقاتلش لننال حقوقنا. طيب على المستوى العام تاريخياً بقى، إحنا مثلاً اتربينا على إنه مصر هي اللي كسرت المغول. طيب أولاً جيوش المغول على بال ما وصلت مصر كانت تقريباً انكسرت من نفسها، كانت حصلت حرب في بلاد المغول، وبسببها عاودت الجيوش الرجوع للأصل، للبلد اللي هم خرجوا منها. كمان حاجة تانية معجزة سبحان الله، جيوش المغول على بال ما وصلت لمنطقة المشرق ثم منها إلى مصر كانوا أسلموا. فإحنا في الحقيقة والله أعلم العدد أنا فاكراه كويس ولا لأ، إحنا واجهنا حوالي 40,000
جندي من المغول، مش الملايين، مش اللي قتلوا 3 مليون. وبالتالي رغم إن إحنا وقفنا، لكن إحنا وقفنا نحمي أرضنا، لأن إحنا كفلاحين الأرض عندنا عرض، هي دي اللي ما ننزلش عنها. لكن فكرة إن إحنا نحول ده لانتصار، وبالتالي نفضل نقول لأولادنا إن إحنا مهمتنا كمصريين هي الدفاع عن كل ما هو وطني، كل ما هو مقدس، كل ما هو إسلامي، عمل عندنا مرارة شديدة وإحساس بالضعف والهوان. لما بنبص لمحيطنا الإقليمي مثلاً، وبنبص للمذبحة اللي بتحصل في غزة، إحنا تربينا إن مصر قادرة على إنها تدحر الأعداء. أنا مش بقول إن ده مستحيل، بس مش ده الدور المنوط بينا زي ما إحنا متخيلين. حتى حرب 73 بالرغم إن إحنا تربينا إن إحنا انتصرنا تماماً على العدو الصهيوني، لكن أي حد يقرأ في الكتب اللي كتبها يمكن الشاذلي أو حتى الفريق محمد فوزي اللي هم المصريين، مش هقول لك بقى إن أنت تقرأ القراءات الأجنبية، هتجد إنه هو نص نصر ونص هزيمة. يعني إحنا كان عندنا محيط معين المفروض نتقدم بيه، المحيط ده تقدمت فيه الجيوش وبتحميه المدفعية والغطاء للطيران. بعد كده بعد حوالي 4 أيام أو 5 أيام مش متذكرة، اللي حصل إن إحنا اتحركنا عشان نحمي دمشق، نخفف الضرب على دمشق. يعني اتحركنا برضو من وعي ومن فكرة إننا مناط بينا الدفاع عن قيمة ما في مناطق خارج حدود مصر. لما حصل كده حصلت مذبحة الدبابات، المدرعات بتاعتنا كلها انضربت، وبدأنا نشهد تقهقر في المستوى اللي احنا كنا متخيلين هنوصل له. طب مصر خدت حقها ازاي؟ فك اشتباك ودبلوماسية، وسنة 79 نقدر نقول إننا وصلنا للاتفاقية اللي مش عاجبة معظم الناس. يبقى الحقيقة إن في واقع كان المفروض نبص له، وقناعة اتغيرت عندي شخصياً. في قناعة واحد من الأصدقاء كان بيقول لي عليها بسبب إنه كان دايماً بيشوف معاملة يعني باباه ومامته وكده، فدايماً كان يسمع المثل اللي بيقول اللي ياخد شورة الراجل يخيب سنة، واللي ياخد شورة الست يخيب 100 سنة. لما دورت في الأثر وجدت إنه يوم صلح الحديبية مثلاً، السيدة أم سلمة اللي هي زوجة النبي أعطت له مشورة عبقرية. كلنا نعرف إن صلح الحديبية حصل فيه زي يعني خلاف بسيط، لأنه الصحابة كانوا شايفين إنه أكحف حقوق المسلمين. الصلح ده ما كانش زي ما المسلمين تخيلوه. الصلح ده كان فيه إن إحنا نرد اللي يجولنا مسلمين من قريش، لكن العكس ما يحصلش. فكانوا متضايقين جدا من شروط الصلح. فالنبي استشار زوجته أم سلمة، استشارها أهو، فقالت له اخرج عليهم وانحر هديك واحلق رأسك. دي كانت علامة على إنه قضي الأمر، ما تتكلمش كتير وهم سوف يتبعوك. وده اللي حصل. يبقى إذن شورة الست ما كانتش سيئة قوي زي ما هو الصديق اتعلم. الأمثلة كتيرة طبعاً لو فضلنا نتكلم عن علاقاتنا الشخصية، ولو فضلنا نتكلم عن علاقاتنا مع محيطنا الإقليمي ومع بلدنا ومع الدول اللي حوالينا. في نهاية الحلقة أحب أولاً أشكر كل اللي شاركونا بإجاباتهم، الإجابات الجريئة والواقعية، إجابات للأسئلة زي إحنا بنخاف من ربنا أكتر ولا بنحبه؟ أهالينا ربنا دايماً صح؟ وأنا ليه بدي ثقتي للناس بسرعة؟ ليه فاكر إن قيمتي هي القيمة المادية؟ يا ترى تاريخ بلادنا اللي إحنا حفظناه في المدارس وتاريخ الأمة المسلمة وتاريخنا الإقليمي هو الصحيح؟ هل كل حاجة بتتقال لنا كانت صح؟ هل الراجل لازم يعامل الست كأنها دايماً غير أهل للمشورة؟ هل نقدر نفضل على طول بنخبي وجعنا النفسي وما نستشيرش حد عشان بس ما يتقالش إن إحنا بنغير قناعاتنا؟ في أسئلة كتير بتدور في عقلنا كلنا. علشان نسمع أسئلة تانية تابعونا في السيزن الجديد من بودكاست سؤال على الهوا. البودكاست موجود على أنغامي وسبوتيفاي ويوتيوب وأبل بودكاست. أسئلة الحلقات بتنزل على صفحتي أنا شيرين صلاح، وعلى الإنستجرام وعلى تيك توك باسم البودكاست سؤال على الهوا. مستنية تعليقاتكم في الكومنتس، وقولوا لنا عايزين السيزن الجديد يبقى أجرأ، تحبوا يبقى فيه ضيوف معانا، إيه اللي نقدر نغيره عشان نفضل دايماً عند حسن ظنكم. ما تنسوش تعملوا شير للبودكاست،
وأشوفكم على خير.